لو عايز تشتري مايك احترافي او بتفكر تدخل مجال التعليق الصوتي، فالنهارده هكلمك عن ارخص مايك كوندنسر تقدر تشتريه وتبتدي بيه وهيديك جوده رائعه جدا، وهو مايك البي ام 800. بدون بقى مقدمات كتير، يلا بينا نبدا الفيديو على طول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايه الاخبار يا جماعه؟ يا رب تكونوا بخير. ما تنساش تصلي على سيدنا محمد وتركز معايا، لان الفيديو النهارده هكلمك عن واحد من اهم المايكات في الفئه السعريه بتاعته، وهو مايك البي ام 800. بس قبل ما ابدا بقى اتكلم في التفاصيل بتاعه المايك ده، خليني اقول لك كام حاجه مهمه كده على السريع عشان اتكلم براحتي وافضفض معاك براحتي. اول حاجه، ما فيش في المصرف اللي متاح الاسعار اللي تحت ال 800 جنيه او 700 جنيه مايك البي ام 800، وحاليا كمان خليني اقول لك تحت ال 1000 جنيه. كل اللي موجود في السوق دلوقتي هو نسخ مؤلده للبي ام 800 الاصل، ولكن في نسخ مؤلده بتديك جوده صوت رائعه جدا. عشان تطلع احسن جوده من المايك ده هتحتاج تشتري معاه كام قطعه كمان عشان يخلوه يؤدي الاداء الامثل بتاعه. خلينا الاول نعمل انبوكسنج للمايك البي ام 800، وبعد كده اكلمك عن القطع اللي محتاج تشتريها معايا. اول حاجه، انا جبت اللايف برودكاست اكويبمنت ده، وزي ما قلنا في اشكال والوان منه كتير من المايك البي ام 800، ولكن انا اخترت الشكل ده. خلينا نعمل انبوكسنج مع بعض كده ونشوف بيجي مع المايك ايه. اول حاجه بتيجي مع المايك هو البوبل فلتر الاولاني ده، وبيجي معاه برده تشوك ماونت بالمنظر ده، وبيجي معاه حامل الميكروفون العادي. ممكن ما نستخدموش دلوقتي او مش هنستخدمه دلوقتي الا لو انت عندك مايك دايناميك اللي هو المايكات العاديه ممكن تركبه فيه، ولكن دلوقتي ملوش استخدام معانا. وبيجي الحامل اللي بيركب في المكتب ده، اللي بيركب فيه المكتب وتركب فيه الحامل بتاعك في الجزء ده. وبيجي بقى الحامل الحديد معاه، اللي هو مش احسن حاجه الماتيريال بتاعته. اي نعم حديد ومعدن، لكن زي ما انت شفت كده فتح معايا ومش عايز يقفل تاني. الكواليتي بتاعته مش احسن حاجه وممكن يبوظ منك بسرعه، فعشان كده حاول تحافظ على المايك وما تحركوش كتير. وبيجي كابل اكس ال ار ل 3.5 مللي اللي هو بتاع المايكات العادي. واخيرا وليس اخيرا، المايك والبوب فلتر بتاعه زي ما انتم شايفين كده، الاثنين بيجوا مع بعض بالمنظر ده كده. ده المايك نفسه وده البوب فلتر بتاعه. خليني اكلمك عن المايك شويه. المايك زي ما انتم شايفين كده مكتوب عليه بي ام 800، والمايك بيجي من المعدن. وزي ما انتم شايفين اللون اللي جاي لي هو اللون الاسود في ذهبي، في منه الوان تانية كتير وانواع كتير، بس اهم حاجه نقدر نبص عليه زي ما انتم شايفين كده، ده مدخل اكس ال ار، هي البورده بتاعته اللي زي ما انتم شايفين. الحمد لله المايك بتاعي بيجي ببورده كبيره، لكن ده برضو مش معناه ان هو الاصلي. زي ما قلنا في نسخ كتير جدا، ولكن ده هنقول ان هو نسخه كويسه من البي ام 800. زي ما قلت لك في بعض الحاجات اللي انت هتحتاجها من المايك ده، وزي ما انتم شايفين كده حاجتين مهمين جدا. اول حاجه هو كارت الصوت ده، وكارت الصوت ده هتلاقيه يعمل 30 جنيه. ممكن تجيب حاجات اغلى وحاجات ارخص، لكن ما تجيبش اقل من ده عشان يظبط معاك ويشيل اي زنه في المايك. تاني حاجه هو الفانتوم باور. الفانتوم باور ده بيجي زي ما انتم شايفين كده كابل الشحن بتاع الباور، والفانتوم باور نفسه زي ما انتم شايفينه كده، وكمان بيجي معاه كابل اكس ال ار ميل تو فيميل. طيب هنحتاج الحاجات دي في ايه؟ الفانتوم باور ده بيدي طاقه للميكروفون بتاعك. الميكروفون الكوندنسر بيعتمد ان هو فيه مكثفات بيقدر بعد كده يرفع كفاءه الصوت من خلاله. عشان كده بنحتاج الفانتوم باور ده عشان يقدر يدي الطاقه الكافيه للميكروفون بتاعتنا، لان ال5 فولت بتاعه الكمبيوتر مش هتقدر تدي الميكروفون بتاعتنا الطاقه الكافيه، عشان كده بنستخدم مصدر خارجي هو الفانتوم باور. طيب بوصل الفانتوم باور ده ازاي؟ زي ما واضح في الصوره، بجيب الكابل بتاع الاكس ال ار اللي جاي مع الفانتوم باور الميل تو فيميل، بوصل الميل في المايك بتاعي، وبعد كده بطلع بالفيميل اوصله في الفانتوم باور في الجزء بتاع الانبوت. بعد كده من الجزء بتاع الاوتبوت بوصل الاكس ال ار اللي كانت جايه مع المايك، واطلع بعد كده لكارت الصوت، ومن كارت الصوت للكمبيوتر بتاعي. خليني بقى اروح اجيب المايك بتاعي واوريك فرق الصوت قبل الفانتوم باور وبعد الفانتوم باور، ونكمل الحلقه دي بيه عشان تشوف بنفسك تجربه الصوت بتاعه المايك ده. طيب رجعنا سريعا بعد ما ركبنا المايك اللي ما خدش اكتر من 5 دقايق في التركيب حرفيا. الصوت اللي انت سامعه ده الصوت بتاع المايك بالفانتوم باور بكارت الصوت ومتعدل عليه كمان. خليني بقى اسمعك المراحل اللي مرينا بيها عشان نوصل للكواليتي اللي انت سامعها دي. خليني اسمعك دلوقتي المايك قبل الفانتوم باور وكارت الصوت. دي كده تجربه البي ام 800 بدون كارت الصوت وبدون الفانتوم باور. اكيد هتلاحظ ان الصوت واطي، واكيد هتلاحظ ان في نويز كتير جدا. الكواليتي بتاعت الصوت واضحه. طيب خليني بقى دلوقتي اسمعك المايك بدون الفانتوم باور بس بكارت الصوت. دي كده تجربه البي ام 800 بدون الفانتوم باور بس باستخدام كارت الصوت. اكيد هتلاحظوا ان الصوت لسه واطي عشان لسه مفيش فانتوم باور، بس اكيد الزنه اللي كانت في الميكروفون والنويز قلت شويه عن الاول. ودلوقتي خليني اسمعك المايك بالفانتوم باور بس بدون كارت الصوت. ودي كده تجربه البي ام 800 بفانتوم باور بس بدون كارت الصوت. واخر حاجه طبعا اللي انت سامعه ده دلوقتي المايك بالفانتوم باور بكارت الصوت وكمان متعدل عليه. فاظن الكواليتي بتاعت الصوت واضحه. طيب من الاخر كده نشتري المايك ده ولا ما نشتروش؟ لا طبعا روح اشتريه. المايك ده احسن مايك يديك قيمه مقابل سعر من حيث الفئه اللي انا بقول لك عليها دي، وهيفيدك جدا في التعليق الصوتي، وهيفيدك جدا كمان في الفيديوهات بتاعتك لو انت بتعمل محتوى على اليوتيوب او اي منصه ثانيه. طيب هل المايك ده بيحتاج تعديل على الصوت؟ طبعا المايك بيحتاج تعديل على الصوت عشان تطلع منه باحسن جوده. دي على فكره مش مشكله ومش هيفرق المايك. اي مايك ان شاء الله، حتى لو جبت مايك ب 200,000 او 300,000 من
المايكات البروفيشنال والاحترافيه اكتر من ده هتحتاج برضه عمليه تعديل على الصوت. عمليه التعديل على الصوت ما بتاخدش اكتر من 5 دقايق، وكنا عملناها فيديو قبل كده، انصحك لو ما شفتوش تروح تشوفه بسرعه. وحتى لو ما بتعرفش تعدل على الصوت باي برنامج ما تقلقش، عشان في الفيديو اللي جاي او اللي بعده ان شاء الله هعلمك ازاي تعدل على الصوت بتاعك بالذكاء الاصطناعي وبدون اي برامج خالص، وبدون حتى معرفه منك او اي مجهود. فتاكد بقى ان انت عامل اشتراك في القناه عشان تشوف الفيديو ده ان شاء الله. ولو وصلت لهنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان تكون معانا في الفيديوهات اللي جايه اول باول. هستناكم ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه. سلام.